ازيكم عاملين ايه؟ جايلكم المرة دي بوصفة خطيرة. عايزة اقولكم مفيش اسهل من كده. حلوة قوي وبسيطة وكلنا نقدر ان احنا ننفذها، وكمان النتيجة بتاعتها هايلة، هتعجب كل الاولاد. بطاطس مقرمشة كده وطعمها خطير. تقدري تعمليها سناك جنب اي وجبة انتي حباها. اول حاجة عندي انا ببتدي اجيب حوالي 4 بطاطسات. بجيب كل واحدة فيهم كده واغسلها كويس واسيبهم بقى ايه لما ينشفوا. ابتدي ان انا اقشرهم كويس جدا، وبعدين ابتدي ان انا اغسلهم واقطعهم مكعبات. انا هحط مية سخنة على النار وهبتدي ان انا اسلق البطاطس دي. يعني بعد ما قشرتهم كده هبتدي ان انا اقطعهم مربعات كده وبعدين اغسلهم. وبعدين انا حاطه ميه على النار بتغلي، هضيف البطاطس دي ليها. وطبعا انا هضيف بس رشه ملح، حاجه بسيطه خالص، يعني بما يعادل ربع معلقه من بتاعه الشاي. بعد ما اقطع كميه البطاطس بتاعتي كلها هبتدي ان انا اشطفها شطفه بسيطه كده عشان انا غسلاها كويس وكنت نقعاها كمان. هبتدي بقى ان انا اضيفها على الميه المغليه واسيبها بقى ايه تغلي كده. لما اضيف ليها الشوكه كده احطها فيها تكون استوت. بعد هنا عندي ما استوت هضيف لها البهارات بتاعتي، بابريكا وبهارات بطاطس وكمان توم باودر. عايزه اقول لكم التوم الباودر بيخلي طعمها يجنن. بعد ما ضفت البهارات عليها هبتدي ان انا اجيب بقى ايه سباتولا عندي، او الحاجه اللي احنا بنهرس بيها البطاطس، بس هي ما كانتش متوفره عندي فانا هرست بايد الهون عادي. يعني اي حاجه عندك تقدري تهرسي بيها عادي، او ان انتي تقلبي بيها كويس. بعد كده ضفت حوالي معلقه ونص من النشا وابتديت اقلب كويس جدا. لو انتي حسيتي ان قوام البطاطس معاكي تقيل ومش قادره ان انتي تحركيه ومش قادر يتشكل معاكي، هتضيفي حوالي بالظبط نص معلقه ميه، حاجه بسيطه كده، بحيث ان القوام بتاعها يبقى طري معاكي، حاجه بسيطه. ده لو انتي حسيتي فعلا ان هي ناشفه ومش قادره ان انتي تحركيها بسباتولا. عامه فكره السباتولا في التقليب مش بتبقى حلوه قوي، فالاحسن ان انتي تقلبي بايدك علشان القوام كله يتقلب مع بعضه، والثوم والملح والحاجات اللي انتي ضايفاها. انا هنا عندي بجيب كيس تلاجة او اي كيس، ده كان كيس اللي هو الحراري. ابتديت ان انا اضيف الكميه بتاعه البطاطس بتاعتي كلها فيه علشان انا هدخلها التلاجة. بس هبتدي اضيف الكميه بتاعتي كلها، وبعدين هقول لكم احنا هنظبطها ازاي في الكيس بتاعي، وازاي تبقى مظبوطه والارتفاع بتاعها يبقى واحد، وازاي نظبطها في الكيس ده. انا هبتدي بس ان انا اظبطها شويه كده بايدي، افردها بس في الكيس. وبعد كده هجيب بقى عندي سباتولا كده وابتدي اضغط. ومش هخلص برضو بالسباتولا دي، انا هستخدم عندي كوبايه بتاعه العصير اللي هي طويله شويه دي، او طبعا لو عندك بقى نشابه اي حاجه من الحاجات اللي بتفرد دي. بس انا لقيت صراحه قدامي دي قلت ايه هعمل بيها. هبتدي ان انا بالكوبايه كده ابتدي ان انا افردها يمين وشمال لغايه لما افرد البطاطس بتاعتي في الكيس كويس، والاقي ان المستوى بتاع البطاطس كله واحد في الكيس. عايزه اقول لكم سهله قوي باي حاجه هتفردي بيها. طبعا الطرف اللي هو من عند فتحه الكيس بيبقى مش مظبوط، ببتدي اجيب سباتولا بقى او سكينه او اي حاجه وابتدي اسحب لجوه كده. لما اسحب لجوه بتبقى مظبوطه معايا ومتماسكه كمان، يعني بتبقى نفسها نفس قفله الكيس بالظبط. هنا عندي خلصت، ببتدي ان انا ارجع الكيس كده عليها اقفله، وبجيب بقى عندي طبق او صينيه او اي حاجه وبحطها في التلاجة. تقدري تحطيها في التلاجة فوق او تحت، اهم حاجه لو انتي مستعجله عليها ممكن تحطيها فوق. بس بالظبط مفيش 10 دقايق ربع ساعه بتبتدي ان هي تجمد شويه او تتماسك شويه عشان انتي تقدري ان انتي تقطعيها بسهوله. بس بعد ما حطيتها في التلاجة بستنى عليها شوية وبعدين بخرجها، بتكون تماسكت ان انا اقدر ان انا اقطعها بسهولة بقى علشان ما تتكسرش مني. انا هنا كان عندي الحجم بتاعها كان كبير، فانا قسمت المربع ده لجزئين. بعد كده ابتديت اخد مستطيل اقطعه شرايح بسكينة زي ما انتي شايفة كده. بعد ما خلصت الكمية بتاعت التقطيع كلها، وهنا بقى بنواجه كلنا مشكلة في ان احنا ازاي ناخد الصباع الرفيع ده ننزله زيت. طبعا في الوقت ده انا حاطة زيت غزير على النار. وبعدين هبتدي اقول لكم ازاي انا هخرج الصوابع دي او هشيلها ازاي. انا عندي الاسباتولا دي ابتديت ان انا اشيل بيها يعني كذا قطعة مع بعض، 4 5 زي ما يطلع معايا، وانزل بالاسباتولا ذات نفسها كده في الزيت، فابتدي ان انا انقلهم بكل سهولة. وما تستعجليش ان انتي تقعدي تفصليهم، هما كده كده اول ما البطاطس عندي بتاخد لون وبتبقى مقرمشة انتي تقدري تفصليهم عن بعض بسهولة قوي.
هنا عندي خلصت كل الكمية بتاعتي وبقت بالشكل اللي انتي شايفاه ده. عايزة اقول لكم لا فعلا بجد طعمها كان مختلف، عجبت الاولاد، وهي صراحة مقرمشة كده وتحفة. يعني تقدري بقى لو انتي حابة تعملي جنبيها اي صوص، كاتشب، مايونيز، تومية، عايزة اقول لكم سناك فظيع، لازم تجربوها. اتمنى باذن الله ان الوصفة تكون عجبتكم. كنت معاكم ايمان زكريا، اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. مع السلامة.